وتحكي لنا أم سماعة بنت أبي رهم قالت: شهدت آمنة بنت وهب في علتها التي ماتت فيها، ومحمد غلام يفع. قد أكمل 5 من السين. قالت: عند راسها في وقت موتها وهم راجعون من المدينة، قربوا على مكة ولكن عاد باقي مسافة في الأبواء. قالت: رأيت عند راسها وهي مريضة، فنظرت إلى وجه أمه قالت: بارك فيك الله من غلامي، يا ابن الذي من حومة الحمام نجا. على أبو عبد الله تقول له: يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك المنعام، فودي غداة الضرب بالسهام 100 من إبل سوامي، إن صح ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام. إن صح ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام، من عندي ذي الجلال والإكرام، تبعث في الحل وفي الحرام، تبعث بالتحقيق والإسلام، دين أبيك البر إبراهام، تبعث بالتخفيف والإسلام، ألا تواليها مع الأقوام، فالله أنهاك عن الأصنام. ثم قالت: كل حي ميت، وكل جديد بال، وكل كبير يفنى، وأنا ميتة وذكري بال. بقي ذكرها بمحمد، وها هو الذكر الباقي يتجدد بعد قرون من تلك الساعة ومن تلك الوفاة، وأنا ميتة وذكري باق، وقد تركت خيرا وولدت طهرا. قالت: ثم ماتت. أبعد هذا يتقول المتقول على آمنة، أو يسيء الظن بآمنة؟ أم من آمنة؟ إن لم تامن آمنة فلا أمن في المحشر أحد، فلا أمن يوم المبعث أحد.